ولا نشتغل على لي اوت مختلف او على حاجة تانية اهو. طيب يعني بمجرد ان انا اسحبه اللوحة بتتجهز. لو عدلت اي حاجة في الموديل كله ده بيتحدث اوتوماتيك. ازاي؟ تعالى مثلا في ليفل 1 كده وقول لي انا محتاج ارسم حيطة هنا مثلا، محتاج بقى اعيد الرسم على اللوحة تاني. هنيجي هنا هلاقي الحيطة اترسمت هنا وهنا اهي في القطاع سمعت. طيب لو انا الحيطة دي انا عملتها عالية لانها unconnected مثلا، خليها لليفل 2 و0 اهو، اتعدلت هنا اتعدلت هنا. تمام. هتقولي ده السقف اللي احنا عاملينه الفولس، ممكن نعمل ارضية هنا. فاحنا كده كل ده في اقل من دقيقة. طيب احنا كده قدرنا خلال 10 دقايق نرسم مبنى بسيط. تمام. بنضيف له ابواب وشبابيك، نعمل قطاع. تمام. ونطلع رسم ورقة فيها كل الرسومات بتاعتنا. طيب دي مجرد مقدمة بسيطة لقدرات الريفت. في الكورس ان شاء الله هنغطي كل التفاصيل، ازاي نستخدم المكتبات، ازاي نعمل تصميم معماري متكامل، ازاي نطلع لوح احترافية ونعمل حصر للكميات، وكمان ازاي بننسق مع التخصصات التانية. لو عايز تتعلم الريفت بشكل عملي خطوة بخطوة من الصفر لحد الاحتراف، الكورس ده معمول ليك. شكرا لمتابعتكم.